السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات أم قمر. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم الصابلي ساهل وسريع وناجح 100%، وفي نفس الوقت اقتصادي وكيجي بنين وهشيش ولذيذ. فغنخليكم مع طريقة التحضير وفي نفس الوقت غنعطيكم المقادير. فبسم الله على بركة الله. في قصرية غندير 500 غرام ديال الزبده ديال المارغرين. غنعطيكم نصف الكميه. بالنسبه ليا انا درت كميه كبيره غتخرج لكم كميه كثيره. نتوما هاد العجينه تقدروا انكم تقسموها تنوعوا في لي صابلي، ولكن انا درت هذه كلها هاد العجينه كلها غير صابلي واحد. المهم هنايا خديت الزبده ديال البونه، ممكن ديروا ايديال، اي زبده عندكم ديروها. مارغرين باش خدمت انايا 250 غرام ديال الزبده. غتزيدوا ليها كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال الزيت الا درتو المارغرين. اما الا درتو الزبده ديال الاكل او الزبده لينه غديروا غير كاس ديال الزيت حيت هي كتكون ميدمه. ولكن المارغرين في 250 غرام كديروا كاس ونص وكاس ونص ديال السكر سنيده، كيس ديال الفانيلا، بيضه وحده، وكديروا كذلك خبزه ديال الملحه. والنكهه اللي كتفضلوها، انا بالنسبه ليا الصابلي كنديرو بالنكهه ديال الناطا، كيجي بنين ولذيذ. الصابلي باش يجيكم بنين ومقرمش وهشيش ديروا غير نكهه ديال الناطا باش غيجيكم واحد البنه فيه يا سلام. صافي هنايا من بعد انا ما حكيت الزبده كلها 500 غرام. غنعطيكم المقادير اللي درت انايا بالكميه اللي كثيره. 500 غرام ديال الزبده مارغرين، 2 كيسان ونص ديال السكر سنيده حبيبات، يكون سكر رقيق ما يكونش غليظ بزاف. غادي مازال نشارك معكم الصابلي اللي بالسكر ثقيل. غنزيد هنايا 3 الكيسان ديال الزيت النباتيه، انا عبرت بالكاس الكبير فلذلك بقيت كنكب. 2 اكياس ديال الفانيلا. بطبيعه الحال راني ضفت قبصه ديال الملحه. غنزيد 2 بيضات بحالات المطبخ، يكونوا كبار ما يكونوش صغار. هاد البيضات ممكن نديروا حتى 4 ديال البيضات ماشي مشكل. غنزيد هنايا كذلك النكهه ديال الناطا، معلقه صغيره هكا ديال النكهه ديال الناطا. انايا هنايا غادي نخلط الكل جيدا. ما كاينلاش انكم تقولوا بلي الصابلي ما غاديش ينجح ما كيتخدمش بحال هكا. غير اللي ما كيعرفش انه يخدم الصابلي ما كيصدقش معاه، كيخرج ليه عوج وكيتقلص ليه في الفران غير حيت ما كيتبعوش النصائح. الاهم فهاد الصابلي باش ينجح معكم غير الزبده ما خاصهاش تكون تبان، يعني خاصها تكون مخدومه مزيان. وثاني حاجه ما تكتروش الزيت. وثالث حاجه من كتلقوا بالمدلك كتطبعوا العجينه ديالكم او الصابلي ما تجروش داك الطابع، خاصكم غير كتطبعوه صافي. وثالث حاجه او رابع حاجه هي الاهم والاساس، العجينه ديال الصابلي ما كتدلكش، يعني كتجمع غير بالاطراف ديال الاصابع. هادو هما الاسرار ديال الصابلي فقط. وكذلك حتى في الطياب ديال الصابلي غير باش تاكدوا الصابلي ما كاينلاش انكم تخلطوا الزبده والسكر والزيت باش تولي بحال ان بومانت. كندير ديك القضيه ماشي ما كنديرهاش، ولكن بعض المرات كنخدم غير بهذه الطريقه. ولكن الحاجه ديال الخدمه غير بحال هكايا. ولكن الا كانت كميه قليله ما كانتش مارغرين او الزبده ديال الاكل او الزبده لينه كنخدم بديك الطريقه، يعني ما كاينش شي مشكل. صافي العجينه دائما الدقيق كنضيف على حساب النوعيه اللي عندي في الدار. تقريبا هنايا درت كيلو و50 غرام. كنبقى نجمع العجينه ديال الصابلي غير بالاطراف، ما كنعجنهاش ما كندلكهاش وما كنبقاش نعفس فيها بزاف، غير كنبقى نجمع بالاطراف ديال الاصابع حتى كتجمع العجينه ديالي كلها. وبالنسبه للدقيق ما كنديروش في دقه واحده، كندير بالتدريج بشويه بشويه حتى كتجمع العجينه ديالي. صافي القوام ديال العجينه راكم شفتوها، ما تكونش قاصحه بزاف ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش تلصق. انا هنايا غادي تقولوا علاش بلي درتي هنايا الفرينه علاش كترشي بالدقيق. انا الصابلي الا ما درتليش بحال هكا فبلا ما نديرو كنتفادى باش ما يطلق لياش الزيت. هذه هي النقطه الاولى غير باش تعرفوا كاخوات المبتدئات، لانني استعملت السكر عادي. صافي كندير شويه ديال الدقيق بحال هكا وكنحط العجينه وكنطلقها بالمدلك، والسمك ديالها تكون رقيقه ما تكونش غليظه بزاف، تكون رقيقه بطبيعه الحال لان هاد الصابلي غادي يلصقوا مع بعضهم. خديت هاد المرشم، تقدروا انكم تاخذوا اي مرشم عندكم تنوعوا ماشي مشكل. غير انايا عجنه وحده درت بها هذا الشكل ديال الصابلي، فانا بغيت نشارك معكم الصابلي اللي درت.
صافي كنطبع كل هاد العجينه. غير من كنطبعوا العجينه حاولوا ما امكن انكم ما تبقاوش تجروا داك الطابع باش ما كتجيكمش عوجه الحلوه ديالكم، باش من كطيب في الفران ما كتقلصش معاكم. ها نتوما السمك ديال العجين تكون رقيقه. وبالنسبه للطياب ديال الصابلي في الفران ديال الغاز كنشعل الفران واحد المده ديال 10 ديال الدقائق على النار اللي تكون عاليه. من بعد كنزيد في الصابلي ديالي كله في الطاوه وكندخل الطاوه للفران وتكون النار مهيله، ما تكونش مجهده ابدا. غير كنشوف الصابلي كيطلق الريحه كنعرف بلي صافي قرب انه يطيب. غير كيتحمر شويه من الجناب كنهودوه لتحت، كنخلي النار من الفوق تكون مهيله بزاف بحال الشمعه بحال غادي تنطفى. وما تبعدوش ما تغفلوش على الصابلي ديالكم من تكون النار فوق الصابلي. كتخليوه يتحمر على راحته حتى كياخذ هذا اللون اللي مذهب، واحد اللون اللي مذهب كله، يعني ما كيبقاش نص بيض نص هكا محمر. غير مع الاضاءه هنايا ما كيبانش الفيديو، ولكن هاد الصابلي راه جا محمر وناجح 100%. في نفس الوقت كيجي مقرمش وهشيش. بالنسبه ليا التزيين غيكون جد بسيط بزاف، ماشي شي تزيين اللي واعر، بسيط. تزيين جد بسيط وفي نفس الوقت اقتصادي. فانا غادي نلصق هاد الصابلي غير بالكراميل اللي سبق ليا وشاركته معكم، او بديل نيستلي كراميل اللي ناجح 100%. غتشوفوا معايا هنايا الصوره على شاشه الفيديو، ولكن غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، والوصفه راه كاينه في القناه. هاد الصابلي عفوا هاد الكراميل الا جربتوه فاكيد غينال الاعجاب ديالكم، بالخصوص من غتزيدوا فيه النكهه ديال البسكوي والنكهه ديال الناطا، غيجيكم من اروع ما يكون. هنايا مع الصهد والحراره بحال كيبان لك هو خفيف، ولكن هو راه كيجي معلك، ما كيجيش هكايا سايح. ولكن من كنلصق الصابلي ديالي ما كيخرجش منه داك الكراميل، كيبقى هكاك مقبوض في الوسط. التعليكه بغيتو ديروا التعليكه في هذا الصابلي اللي بغيتو، ولكن انايا اقتصدت لكم باش تجربوا هذه الوصفه الصابلي بالكراميل. هانتوما وحده على حبه كتجي هي هذيك، ما كاينش شي حبه اللي عوجه، ولكن اللون راه موحد، واحد اللون اللي محمر في هذا الصابلي راه غير ما كيبانش مع الاضاءه. وكذلك حتى الكراميل هانتوما ما كيبانش هو في اللون ديال الكراميل، غير مع الاضاءه وصافي. ولكن جربوا هذه الوصفه فاكيد غتنال الاعجاب ديالكم، وفي نفس الوقت صراحه جد اقتصادي وبنين. الا وصلتي حد لهنا ما تنسينيش من واحد اللايك وواحد التشجيع واشتراك الا عجبتكم هذه القناه بطبيعه الحال. بالنسبه ليا التزيين في الاخير درت ليه هاد الخطوط ديال الشوكولا كحله. التزيين دائما تيبقى على حساب الذوق ديالكم، فكنتمنى هاد الصابلي انه ينال الاعجاب ديالكم. فنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.